السلام عليكم. اليوم راح ندير الخبز التركي بمقادير بسيطة والبنة تاعو ما شاء الله. هنا في وعاء وضعت كأس ونصف من الحليب الدافئ، ونزيد عليه ملعقة كبيرة من خميرة الخبز وملعقة كبيرة من السكر ونصف كأس ماء دافئ. خلطهم مليح ندوب لي هذيك الخميرة، ونضيف نصف كأس زيت ونخلط كذلك مليح، ثم نغطيها ونخليها تختمر لي دقيقتين. هنا بعد ما اختمرت لي 2 دقائق نحي هذاك الغطاء عليها، ونبدا نضيف الفارينة حتى نتحصل على خليط يتلصق شوية. نضيف الكأس الأول بالتدريج، بعد الثاني، بعد الثالث، لكن لقيتها مازال تتلصق ياسر نضيف لها بالملعقة، نضيف بالملعقة حتى نوصل لمرحلة انها تتلصق شوية معايا، الشخلاط تجي سايحة. نضيف لها هكا في الفارينة، من بعد نضيف لها الملح، ثم نلتقي فيما بعد. هنا بعد ما تحصلت على القوام اللي لازم نغطيها ونخليها تختمر لي حتى تطلع مليح كيما هكا. بعد نحيلها الخمور هذاك ونلمها، ندير في يدي شويه زيت على خاطر تتلصق. نحطها في البلا يكون ديجا مرشوش زيتو بالزيت ورشيتو بالفارينه، ونبدا نحل فيها ويدي بالزيت على خاطر تتلصق. نبدا ندير الزيت في يدي ونحلها كيما هكا حتى نتحصل على دائره تكون سمك 1 سنتيمتر إلى 1.5. وهنا نبدأ نعلم عليها بأصابعي حركة دائرية، ونزيد ندير خطوط مربعات في الوسط كيما هكا. نشق أصابعي هكا وندير حركة دائرية، نكمل هكا الخبز كامل. ندهن الوجه بصفار بيضة عليها قليل من الحليب، نحلل فيها شوية حليب وندهن كامل الوجه، ونزينها بالسينوش ونحطه يطيب في نار قوية. الفرن يكون ديجا ساخن من قبل، يحمر من تحت نشعله من فوق، يحمر الوجه تاعو ونحيه، وما يديش وقت ياسر في الطياب، يعني لازم تعسوه. يعني خبز ما شاء الله خفيف ظريف ويوجد فيه لحظات. هذا الخبز تاعنا بعد ما طاب ماهوش محروق، الوجه تاعو راهو احمر شويه، خليته حمار ياسر. يعني شوفوا هناك بعد ما قصيته كيفاه جا ما شاء الله احمر، يعني اللي يحب يجي احمر يجيك ما شاء الله خفيف ظريف، يوجد فيه لحظات مع هذاك الفطور. الله الله ما عندي ما نقول لكم، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. صحة فطوركم والى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم.